اسمع كده. بشكركم على دعواتكم لي طول الفترة اللي فاتت، وبفضل دعواتكم الحمد لله ربنا وداني اللي أنا كنت فيه. الحمد لله الأمور استقرت بشكل كبير، فحابب أشكركم وأشكر الناس اللي اهتمت وكانت موجودة وكانت بتزورني وكانت دايما بتطمن عليا، وإن شاء الله ربنا ما يشوفش أي حاجة وحشة في أي حد، والناس كلها تبقى في خير وصحة وسعادة، وكل الناس تبقى في أحسن حال يعني. محب كرة القدم ومحب اللاعب أحمد رفعت كلهم صحيوا النهارده على خبر مفجع جدا، وفاة اللاعب أحمد رفعت. الناس كلها كانت في حالة ذهول، ازاي يا جماعة؟ ده كان خلاص من حوالي 4-5 أيام كان نشر صور إن هو بيتدرب وهيرجع يلعب تاني. طب إيه اللي حصل له؟ وكان إيه اللي حصل له قبل كده أصلا؟ وده اللي أنت سمعته ده كان آخر حاجة قالها أحمد رفعت. تعالى كده صلي على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. احمد رفعت من حوالي 3 شهور وبالتحديد في شهر مارس وفي شهر رمضان اللي فات كان في مباراه عاديه بيلعبها قصاد الاتحاد السكندري، وفجاه كده والماتش شغال بيقع على الارض، بيقع على الارض كده من غير اي حد يلمسه. خدوه جري كلهم وطلعوا على المستشفى، وكان المفاجاه ان هو حصل له وقف في عضله القلب، قلبه وقف وحصل له ازمه قلبيه. الازمه ديت استمرت لمده ساعه ونص، ساعه ونص قلبه واقف، وبمعجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى وبالصدمات الكهربائيه اللي الدكاتره قعدوا يعملوها له رجع للحياه تاني، رجع للحياه تاني وقعد فتره نقاهه وعملوا له عمليات، وكانت في مشكله في الشريان التاجي. الشريان التاجي ده قدروا ان هم يسلكوه، بدا يرجع واحده واحده، قدر يرد صحته تاني. ومن حوالي ايام بسيطه طلع في احدى البرامج وقال خلاص ان هو بيتدرب وبيستعد عشان يرجع يلعب تاني. بس قال حاجه محزنه جدا، بيقول للمذيع انا ما عدتش عارف انا هقدر اكمل ولا لا، انا قلبي ممكن يقف في اي وقت تاني، انا كنت بجري وزي الفل ومفيش اي حاجه وفجاه قلبي وقف. الواحد بقى دلوقتي قاعد مش عارف هكمل ولا مش هكمل تاني. البرنامج ده كان من حوالي ايام بسيطه جدا، النهارده كلنا بنصحى الصبح على خبر وفاه اللاعب احمد رفعت. احمد رفعت من مواليد محافظه كفر الشيخ، بدا مسيرته الكرويه عام 2013 مع نادي انبي، وبعد كده اتنقل لنادي الزمالك عام 2016، حقق بطولات مع نادي الزمالك زي الدوري والكاس والسوبر، انضم لمنتخب مصر ولعب في كاس الامم الافريقيه، واخيرا كان بيلعب في نادي فيوتشر. ومات احمد رفعت النهارده 6 يوليو عن عمر يناهز 31 سنه، وكانت مفاجاه للناس كلها، كانت مفاجاه لكل المحبين بتوعه. بس العبره والعظه هنا في قصته، يا ترى احنا بنتعظ لما بنشوف الحاجات دي؟ يا ترى احنا بنتعظ؟ يا ترى بنقرب لربنا وبنصلي؟ يا ترى بنعرف فعلا ان الدنيا ديت ما ثانيه واحده واقل من ثانيه ممكن حياتك تتقلب 180 درجه؟ يا ترى تعرف ان اقل من ثانيه ممكن حياتك تنتهي؟ الراجل كان بيلعب كره قدم، الراجل كان بيلعب ماتش بيجري 90 دقيقه صحته زي الفل، فجاه بيقع بدون مقدمات، قلبه بيقف، بيخش في ازمه قلبيه لمده ساعه ونص، وبعد كده يقعد عايش على تفكير ان قلبه ممكن يقف تاني ولا لا. فعلا ده اللي حصل. امبارح كان قاعد طبيعي جدا ومش عارف بيطلب من والدته تجيب له حاجه، على ما جابت له الحاجه ديت وجات لقيته واقع على الارض دخل في ازمه قلبيه تاني، بس المره ديت كانت فاضت روحه البريئه. خدوه المستشفى وحاولوا ينقذوه ولكن بدون جدوى. السبب الحقيقي في وفاة أحمد رفعت كلنا طبعا عارفينه، نصيبه وقضاؤه وقدره، ولكن خلينا أقول لك إن هو في البرنامج اللي ظهر فيه أخيرا كان بيقول للمذيع إن هو بيتعرض لضغوط نفسية، بيتعرض لضغوط نفسية. الضغوط ديت تعباه جدا، هي ممكن تكون الضغوط ديت سبب في وفاته، الله اعلى واعلم. بس خلينا اقول لك ان في حاجه اسمها متلازمه القلب المكسور. متلازمه القلب المكسور ديت فعلا بتضر بالقلب، وقال الكلام ده الدكتور مجدي يعقوب. متلازمه القلب المكسور ده يا جماعه ان القلب بيتكسر من جوه، ان القلب بيتكسر نتيجه كلمه سمعها من حد اثرت في نفسيته، نتيجه ضغط نفسي او ضغط عصبي بيتعرض له تجاه حد. كل الضغوط النفسيه ديت بتاثر على القلب، ايوه بتاثر على القلب، ولكن اولا واخيرا ده قضاؤه وده قدره، دي ساعته وده نصيبه. فربنا يرحمك يا احمد ويسكنك فسيح جناته. خلينا نتعلم ونتعظ من القصص ده هي، يعني لو انا مزعل حد وغلطت فيه اروح اسامحه، لو انا ما بصليش ومش مقرب من ربنا اروح اصلي واقرب من ربنا، لو انا تعب حد، لو انا عليا ديون، لو انا سالف فلوس من حد ومش راضي اديها له اروح اسدد ديونه واديها له. الحياه والله العظيم واقفه على اقل من اللحظه. يا ريت يا جماعه لو انت وصلت
معايا في الفيديو ده، وان السبب الحقيقي من الفيديو ده ان احنا كلنا ندعي للراجل ده وللشاب ده بالرحمه. ربنا يرحمك يا احمد. ولفته جميله جدا من نادي فيوتشر ان هو قال ان العقد بتاع احمد ممتد 4 سنين قدام، وان شاء الله راتب احمد هيوصل لاسرته لمده 4 سنين وكانه لسه بيلعب. الهدف من الفيديو ده ان احنا كلنا ندعي للشاب ده بالرحمه. ربنا يرحمك يا احمد ويسكنك فسيح جناته، وانتوا كمان يا جماعه ادعوا له بالرحمه، واشوفكم في فيديو جديد.